مرحبا بكم مجددا في القناة. ان شاء الله اليوم غنشارك معكم هاد لي كاب كيك اللي كيجيو رائعين بمذاق ديال الكاكاو والزبده. صراحه شي حاجه طوب، مذاق زوين. ما تحتاجيش تشريهم من الباتيسري لوليداتك ولا هكا، يعني ممكن اي ضيف يجي عندك في اي لحظه على غفله تنوضي تصايبيهم بسرعه. هنايا عندي 3 البيضات، عندي هنايا 180 غرام ديال السكر، عندي هنايا كاس ديال الحليب، عندي هنايا 150 غرام ديال الزبده، وعندي 60 غرام ديال الكاكاو، وعندي 80 غرام ديال حبيبات الشكلاط، وعندي 300 غرام ديال الدقيق، وعندي هنا واحد الخماره ديال 16 غرام. هنايا غادي ناخذ هاد البيضات وغادي نهرسهم. كما كتلاحظوا نهرس هادوك 3 البيضات. وغادي نضيف لهم هذيك 180 غرام ديال السكر. كما كتلاحظوا الكاكاو راه مسوس، الكاكاو المور، يعني واخا نديرو 180 غرام كتجي الحلاوه ما كتيراش. صافي وغادي نطربو مزيان هذاك البيض مع داك السكر حتى يضاعف لينا شويه داك الخليط كما تلاحظوا. ومن بعد غادي نضيف كاس ديال العنبه ديال الحليب، ما يعادل 150 ملي. من بعد ما طربت مزيان غنضيف هذا الحليب، وغادي نطربو كذلك هذا الحليب هذا، وغادي نضيفو الزبده اللي مذوبه مقدار ديال 150 160 غرام، تكون دايبه كما كتلاحظوا. يعني هنايا درت 150 160 غرام. صافي وغادي نطربو مزيان عاوتاني هاد المقادير. هنايا عندي الكاكاو 60 غرام ديال الكاكاو، غادي ندوزها في هكا في الغربال ولا الصفايه بهذا الشكل، حيت كيكون داير دوك الحبيبات وإلا ما غربلناهمش كيبقاو باينين في الخليط. ضروري يدوزو هذا باش كيتحيدوا ليهم، كيولي كله يعني بودره، يبقاش هكا داير حبيبات. صافي وغنخلط عاوتاني هذا الخليط هذا مزيان. كما كتلاحظوا غادي نخلطوا مزيان هذا الكاكاو قبل ما نخدم هذا الطراب الكهربائي، حيت يعني الا خلينا البودره غير كتنقص كطير غتخرج لينا من داك البول. ربما نخلطوها مزيان مع الخليط عاد نطربو. صافي وغادي نطربو مزيان. كما كتلاحظوا هو الطراب اللون تبدل ديال البيض ولا بني. وطبعا غادي نضيفو دابا هذا الدقيق على هذا الخليط هذا. كما كتلاحظوا وغادي نضيف 16 غرام ديال الخميره. الدقيق درت 300 غرام. وغادي نطرب مزيان هذاك الخليط. كما كتلاحظوا هو تخلط. المهم هاد الكميه كتجيب لنا الخليط ما هو جاري ما هو قاصح، كتجيبوا لنا مزيان هو هذاك. صافي وغادي نزيدو هاد الحبيبات ديال الشكلاط. وفي هذا الاثناء راه عندي الفرن كيسخن في درجه الحراره ديال 180. صافي ومن بعد ما ساليت الطراب ديال هذا غادي نضيف دوك الحبيبات ونطرب شويه. صافي ونحبس. 80 غرام ديال حبيبات الشكلاط، الشكلاط الاسود، ما ديروش الشكلاط اللي كيكون نحلو، ديروا الشكلاط الاسود.
اللي بغى يديروه حلو يديروه حلو، ولكن كنفضل الاسود حيت بما اننا دايرين السكر نقصوا من الحلاوه. صافي وغادي ناخذ هنايا واحد المول خاص بلي كاب كيك. صافي وغادي نديرو فيه هذوك الكويغطات وغادي نبقاو نحطو. انا هنايا كنخدم بديك المغرفه ديال لاكلاص ديال الجيلاتو، كتجي ساهله باش كتاخذ نفس القياس. صافي كنبقى نهز وكنبركي عليها باش كتخرج ليا. صافي وغادي نديهم ندخلهم الفرن اللي كيكون سخون مزيان. لي كاب كيك او مافين كيبغيو الحراره، يعني الفرن يكون سخون باش يطلعوا مزيان ويطرطقوا ويتنفخوا مزيان. صافي ودخلته في درجه الحراره 180، يعني نخليهم واحد 20-25 دقيقه على حسب الفرن. انا صراحه دغيا طابوا ليا استغرقوا واحد يعني 15 دقيقه 20 دقيقه على حسب السخونيه ديال الفرن كي دايره. صافي وخرجتهم صراحه كانوا على هذا الشكل هكا كما كتلاحظوا، جاو رائعين شكلا ومذاقا. يعني هادو ملي كيجي عندك شي ضيف على غفله راه دغيا كيوجدوا صراحه دغيا. وممكن تحضريهم الاولاد ديالك هكا الكودي ديهم معهم المدارس. يعني كل ما طيبنا شي حاجه للدراري في المنزل كان احسن واولى من داكشي اللي كنشريو عامر مواد محافظه ومواد كيماويه لكم. كنتمنى تعجبكم هذه الوصفه، تجربوها ونتلاقاو ان شاء الله بوصفه اخرى وفي فيديو اخر. ما تنسوناش طبعا باللايكات ديالكم وبكومونتيرات ديالكم، وكنتمنى تبارطاجيو هذا الفيديو فضلا وليس امرا. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان ذي الجبروت، سبحان ذي الملكوت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان من عز فارتفع وذل كل شيء لعظمته وخضع، سبحان من دبر الأمور، سبحان من دبر الأمور وعلم هواجس الصدور، سبحان من نور النور فشعشعه، سبحان من أجرى الماء فأنبعه، سبحان من قدر الرزق ووسعه، سبحان من سن الدين وشرعه، سبحان من لا شريك له ولا إله معه، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.